مسلسل مصري بيسخر من آلام إخواتنا في القطاع، فيا ترى إيه الحكاية؟ أشقر كده شعره كيرلي وحليوة، جملة قلبت السوشيال ميديا على جميلة عوض وأسرة مسلسل لانش بوكس بعد ما ظهرت جميلة عوض في مشهد بتقول فيه اسمه يوسف او ياسين، اشقر كده شعره كيرلي وحليوه. طبعا الجمهور كله اتضايق من المشهد ده عشان كلنا عارفين قصة الأم المكلومة وهي بتدور على ابنها الشهيد رحمة الله عليه، واللي وصف المشهد بأنه مستفز، واللي وصفه بالمنحط، واللي وصفه انه بيسخر من آلام اخواتنا في القطاع. الأهم ان كاتب المسلسل نفسه طلع وتبرأ من المشهد وقال انه اصلا ما كتبوش في السيناريو، وادى الدليل زي ما احنا شايفين كده، وان اصلا السيناريو كان مكتوب فيه اسمر شوية كده ولابس نظارة، يعني الراجل طلع براءة. خش بقى على مخرج المسلسل واللي كتب وقال انتظار واجب لكل من تشابه عليه نص المشهد المؤلم لاخواتنا مع نص مشهد المسلسل الغير مقصود بالمره. لم ولن تكون القضيه في يوم مجال لاي شيء غير كل الدعم والاحترام، الله يصبر اهلنا ويعينهم. اما جميله عوض بقى فطلعت وقالت المشهد كان مكتوب اسمر بس الممثل طلع اشقر وغيرنا الجمله بسببه، اكيد مش قصدنا اي اهانه ويا ريت نتحد ضد العدو. مش عارفه افهم من كده ان جميله عوض هي اللي غيرت المشهد ولا ايه بالظبط، ولو طب كان فين المخرج والمصور وقصة المسلسل؟ مش عارفة ايه رأيكم في كلام جميلة ومخرج المسلسل، ومصدقين ان الموضوع كان مجرد صدفة؟ عامة شاركوني رأيكم في التعليقات وما تنسوش اللايك والفولو.